كيفكم يا بنات؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم راح نسوي طاجن لحم بالخضروات. تمام. حطيت البصل، قطعت 4 بصلات وسط لاني احب البصل كثير وكذا، ما راح يطلع طعمه واضح لا تخاف. فرمتهم تمام ناعم وشوحتهم. اوكي، وراح احط مكعب مرقة لحم وورق غار او ورق لوري وشوية مستكة. تمام. وراح احط كم حبة حبهان او هيل. اوكي، ودقيقة ملعقة صغيرة، مو ملعقة الا ربع من 7 بهارات. اوكي. راح احط الحين اللحم، هذا تقريبا كيلو شيء. غسلته، طبعا غسلته على طول، ما راح اتركه فترة، يعني لازم يتغسل وينطبخ على طول. راح اخليها بس كذا تاخذ صدمة او تشويحة سريعة، بعدين ارجع. تمام يا بنات، شوحت اللحم. راح احط 4 طماطميات وسط مبشورين، معاهم قرن فلفل حار صغير مرة. تمام، شايفين الأخضر هذا هو فرمته عشان لا نحس بطعمه. مرة واحد صغير مرة عشان بس يعني يعطي طعم بسيط، ما راح يأثر وما راح يعطي حرارة. لو تبوا تزودوا زودوا، بس أنا ما أحب الأكل الحار. تمام. راح أحط نتفة موية مغلية وبس، بغطيها وبخليها تستوي نص سوا وبرجع. تمام يا بنات، حطيت معلقتين صلصة لأنه الطماطم ما كانت مرة حمرا يعني، فبس حطيت معلقتين اهي. تمام. راح اقلبها واغطي عليها واسيبها يعني لين تستوي نص سوا كذا، بعدين ارجع لكم اقول لكم ايش راح نكمل نسوي. سويت كابتشينو عشان اروق عبال ما يخلص الاكل لانه راح يطول شويه. اهم شيء الحوض نظيف، هذا اهم شيء. طبعا اغسل المواعين اول باول، نظف المطبخ اول باول عشان لا يتراكم عليكم. يعني لما تغسلوا مثلا ملعقه، صحن، مفرمه اول باول، غير انه تتركوها في الحوض ومره في الاخير تتراكم عليكم وتحسوا مواعين مره كثير وتزعلوا كذا. تمام. راح استنى شويه اشوف الاكل وبعدين ارجع لكم اقول لكم ايش راح نسوي. تمام يا بنات، راح نسوي العجينه اللي راح نحطها على شو اسمه، بسم الله، فوق الطاجن من فوق. تمام. جبت كوب دقيق او طحين، وجبت نص كاسة موية دافية مع معلقة كبيرة خميرة ورشة ملح ورشة سكر. تمام. راح اعجنهم مع بعض. طبعا راح نزود موية على حسب ما نحتاج. راح احط الحين معلقة من الزيت وراح اعجنه وارجع لكم. تمام يا بنات، هذا تقريبا بعد، استنى اقول لكم، بعد ساعة كذا سوى الاكل ما شاء الله. طبعا لسه قدامه شوية لين تستوي مرة، يعني قدامه كمان ساعة لاني ابغاها نايمة، ابغاها امسكها كذا يعني تذوب في يدي. اوكي، فكل شوية راح ازود موية. تمام. والعجينة حقتنا اهي عجنتها. طبعا احتاجت، اخذت بس الربع كاسة الموية اللي كانت في الخميرة بس. تمام. وزدت كمان معلقتين كبار دقيق لين توصلت ذاك القوام، شايفين شكله. تمام. وعجنتها شوية كده 5 دقايق وبعدين كورتها كده وحطيت زيت في البلاستيكية. تمام. راح اسيبها تتخمر لمدة نص ساعة على حسب لما تتخمر واللحم تستوي كده. تمام يا بنات، طبعا راح نحط مع الطاجن خضروات طبعا اللي عندكم. انا حطيت اللي عندي، يعني مو لازم تجيبوا نفسي بالضبط، لو شيء ما تحبوه شيلوه براحتكم. راح احط فلفل الوان اصفر واحمر واخضر وشطة حارة وجزر وبطاطس وكوسة. تمام. راح اقطعهم مربعات كبيرة وارجع لكم.
تمام يا بنات، قطعت الخضار. طبعا الجزر لانه قاسي شوية فقطعته دواير، بعدين قطعتها نص كده. الكوسة طرية ما هي قاسية مرة فقطعتها دواير. البطاطس قطعتها شوية كذا كبيرة. الفلفل برضو قطعت شوية كبير. طبعا فلفل الألوان، الجزر والكوسة و الشطة الحارة شو اسمه البطاطس. تمام، راح احطها الحين على اللحم بعد ما حسيت انه خلاص صار يعني باقي له شويه ويستوي، فاهمين؟ لانه الخضار ما ياخذ وقت. تمام يا بنات، حطيت كمان بسله كانت مجمدة عندي في الفريزر بس ما راح تاخذ وقت. تمام، والحين راح احط الملح. طبعا انا حطيت الفلفل والسبع بهارات والمرقة بس، ما كنت حاطة ملح عشان لا يخلي اللحم تستوي بسرعة ويعني يصير طعمه محلو. فالحين احط ملح واقلب. تمام يا بنات، غسلت رز مصري ونقعته. الحين سويت الشعرية زيت. تمام، شوحتها كذا. الحين راح احط الرز قلبي دقيقتين بعدين احط الملح والماء. تمام يا بنات، خلص الطاجن صبيته في الفخار. تمام، خلصت اللحم قصدي واختبرتها وتمام. صبيتها على 2 والعجينة حقتنا خمرت. الحين راح افردها عشان احطها على وجه الطاجن واسكره. اوكي. تمام يا بنات، خلصتها. حطيت العجينة، طبعا للأسف انقطعت مني بس عادي مش مشكلة. تمام، بعد ما فردت العجينة حطيتها على الفخارة وحطيت عليها شوية، دهنتها شوية حليب وحطيت حبة البركة وسمسم. تمام، والحين بحطها في الفرن من فوق لمدة ربع ساعة كده. تمام يا بنات، سوينا الرز خلاص جاهز. وهذا الطاجن بعد ما طلع شو اسمه لما افتحه راح اوريكم شكله. تمام، بس شكله ما شاء الله يجنن. بس اتمنى تجربوه تقولوا لي رايكم، واحبكم مرة مرة مرة، ومع السلامة.